السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الراوتر، بس قبل ما نشتغل تعال نفهم فكرة الأول. إحنا عندنا راوترات كتير في الشبكة، كل راوتر محتاج يعرف يوصل لأي شبكة تانية. هنا بقى بيجي دور الراوتنج. والراوتنج عندنا منقسم لقسمين، في static route وفي dynamic route. الstatic route بنكتبه بإيدينا، بس ده بياخد وقت أكتر، وكل ما الشبكة بتكبر كل ما الدنيا هتبوظ أكتر، وممكن تكتب حاجة غلط وأنت مش واخد بالك. فعندنا النوع التاني اللي هو الدايناميك راوتنج. ده دايناميك يعني أوتوماتيكي، الراوترات من نفسها بتبتدي تتكلم مع بعض وتتبادل المعلومات وتعرف مين واصل لمين من غير ما نكتب كل روت بإيدينا. اللي هو ازاي؟ الراوتر بيقول لي الراوتر اللي جنبه أنا الشبكات اللي عندي واحد اتنين تلاتة، يروح ده رد عليه يقول له الشبكات اللي عندي واحد اتنين تلاتة. كده اتبادلوا المعلومات، وده عرف اللي عند ده وده عرف اللي عند ده. لو احتجت حاجة، لو احتاج تروح للشبكة دي تعالى امشي من عندي، والتاني يرد عليه بنفس الكلام، وبكده كلهم يبقوا عارفين كل الشبكات في اللان. طب ما تيجي بقى نشوف التطبيق العملي مع بعض. النهاردة هنشتغل على بروتوكول اسمه الريب فيرجن 2، وده أبسط بروتوكول دايناميك راوتنج نقدر نبدأ بيه. طب ايه هي خطوات تشغيل الريب على الراوتر؟ تعالى معايا نفتح السي ال اي، هنكتب enable configure terminal، ونكتب أمر الراوتر ريب. كده احنا ببساطة بنقول للراوتر شغل لي بروتوكول اللي اسمه الريب. احنا قلنا نشتغل على فيرجن كام؟ فيرجن 2. نقول له فيرجن 2، وبعدين نكتب النتورك بتاعتنا اللي احنا عايزين نذاعها، ببساطة كده اللي احنا كونكتد عليها. وخد بالك الشبكة غير الاي بي، الشبكة هتبقى هنا عندنا 10.1.1.0، الاي بي 10.1.1.2، ده الاي بي. حاول تفرق بينهم بين الشبكة والاي بي. الشبكة اللي عندنا هنا هنقول له نتورك 10.1.1.0، وبعدين نخرج وننفذ الكلام ده على كل الراوترات اللي عندنا. نفتح الراوتر اللي جنبه enable configure terminal، هنقول له راوتر ريب فيرجن 2. الشبكات اللي عندنا هنا 10.1.1.0، وعندنا هنا 20.1.1.0، ونقفل الراوتر. نعمل كل ده في الراوترات اللي عندنا كلها. نفتح الراوتر اللي بعده enable configure terminal راوتر ريب فيرجن 2، هنقول له الشبكات اللي عندنا هنا 20.1.1.0، وهنا الناحية التانية 30.1.1.0، ونخرج ونفتح الراوتر اللي جنبه enable configure terminal راوتر ريب فيرجن 2. النتورك بتاعتنا 30.1.1.0، وهنا 40.1.1.0، ونخرج من ده نفتح آخر راوتر هنقول له enable. وخلاص عرفنا بالموضوع بقى configure terminal راوتر ريب فيرجن 2. النتورك بتاعتي 40.1.1.0. كده احنا خلصنا الراوتنج. تعالوا نشوف احنا عملنا ايه. عندنا امرين برضو بنستخدمهم في show IP بروتوكول وفي show IP route. show IP بروتوكول ده بيوريني الراوتنج بروتوكول اللي احنا عملناه على الراوتر، وشو اي بي روت بيوريني الراوتنج تيبل اللي احنا عملناه. طب ما تيجي كده نجرب امر شو اي بي بروتوكول. نيجي على الراوتر ده، نخرج بره، نقول له شو اي بي بروتوكول. هنا بقى بيقول لي انت هنا شغال على البروتوكول الريب، موجود اهو اللي احنا شغالين بيه، والشبكات اللي عندي 10 و20. احنا هنا بقى لو جينا وعملنا شو اي بي روت، نشوف الشبكات اللي عندنا، هيقول لي هنا اهو شبكة 10 و20 انت كونكتد عليها، لكن شبكة 30 و40 انت شايفها عن طريق بروتوكول الريب. حرف الار يبقى ريب، سي يبقى كونكتد. تمام. اما تيجي بقى كده نجرب نشوف نعرف نوصل لراوتر، لأي راوتر عندنا في الشبكة ولا لأ. احنا هنا انا واقف على ده، عايز اروح لده كده، اكتب الاي بي بتاعه اللي هو 40.1.1.2. فعلا فتح، بقول الباسورد نقول له سيسكو، بقيت جوه على الراوتر enable سيسكو. فعلا فتحت، انا كده بقيت واقف في الراوتر ده. طب عايز اروح للراوتر ده اللي هو الرياض ده 30.1.1.1، نقول له 30.1.1.1. فعلا فتح، بقول لي الراوتر الباسورد، نقول له سيسكو
فعلًا دخّلني على الراوتر ده، كده بقيت أعرف أوصل لأي راوتر بخطوة واحدة، أنا واقف هنا أروح هنا في خطوة واحدة، أكتب الIP بتاعه. هنجرب كده تاني برضه، يعني نقول له الIP بتاعه كام، 40.1.1.2. فعلًا فتح، بيقول لي الباسورد، أقول له سيسكو. فعلًا بقيت في مكنة هنا، كنت واقف على الراوتر ده، رُحت في الراوتر ده بضغطة واحدة بس. ده هو الrouting. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب يكون الشرح سهل وبسيط وعجبكم، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.